السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم بفيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله وصفتنا هي البورق، نسويه بالطريقة الأصلية وبالعجينة اللي يسووها بالسوق. أول شي العجينة أنا أخذت هنا كيلو طحين وضفت له ملعقة أكل ملح وكوبين مي بالبداية، مي عادي يعني لا بارد ولا حار، وعجنته بالعجانة إلى أن تتجمع عندنا العجينة. وإذا احتاجت مي نضيف لها ونشوف ايش قد تحتاج مي، لأن الطحين أنواع، ممكن ياخذ كوبين ونص وممكن أكثر. أنا هنا ضفت هنا نص كوب، فصار عندي مجموع المي كوبين ونص على كيلو الطحين. ونستمر بالعجن إلى أن تتجمع عندنا العجينة وتصير عندنا هيك عجينة قوية، مرتها تكون لينة وتكون ناعمة، هذا أهم شي. فنستمر بالعجن إلى أن نحصل على العجينة اللي نريدها. ممكن تعجنوها بإيدكم، يعني مو شرط إلا بعجانة. لاحظوا تكون بهذا الشكل العجينة ناعمة، بنفس الوقت تكون ملسة، هيك ناعمة وقوية وما تلزق بالإيد. ناخذها ونخليها بكاسة تكون مدهونة، وبعدين نغلفها بنايلون ونخليها إلى أن ترتاح، ضروري ترتاح تقريبا ساعة. بهذا الوقت أروح أسوي الحشوة وياكم. الحشوة عبارة عن نص كيلو لحم خليته بالطاوة بدون ما أضيف له أي شي، يعني لا مي ولا بصل، بس لحم خليته بالطاوة. وبعد ما ينشف أضيف له ملح وفلفل، تقريبا ملعقة صغيرة ملح ونص ملعقة صغيرة فلفل أسود، وما أضيف أي بهارات ثانية. وبعد ما ما يستوي عندنا اللحم وينشف تماما، أخذه وأخليه إلى أن يبرد. هنا بعد ما برد عندنا اللحم جبت باكتين من المعدنوس ثرمتها وأضيفها. إذا تحبوا ممكن تضيفون بصل على الحشوة، بس هي حشوة البورق فقط لحم ومعدنوس. ممكن تضيفون جبن إذا حبيتوا. هنا عجنتنا من بعد ما ارتاحت صار لها ساعة، شوفوها صارت شوية طرية، هذا هو شكلها. أبدي أقطعها تقريبا أسويها 10 قطع، أو ممكن أسويها أقل أو أكثر. هنا بديت أشكلها أقراص، وضروري همين نبدي نخلي لهم زيت مرة ثانية، يعني ورا ما نشكلهم أقراص همين نبدي نخلي لهم زيت مرة ثانية ويرتاحون عندنا همين. خليتهم هنا بهاي الصينية، وهمين ضفت لهم كمية زينة من الزيت، لازم نزيتهم، وهمين نغطيهم ونتركهم يرتاحون ساعة ثانية. أغلفهم بنايلون وأخليهم يرتاحون ساعة. هنا من بعد ساعة طبعا ارتاحت عندنا العجينة، هسه نبدي نشكلها. أخذ أول قرص، وضروري همين يكون المكان اللي نشتغل عليه بكمية من الزيت. وبعدها نبدي نمد العجينة ونفتحها ونسويها كلش رقيقة مثل الورقة، هيك افتحها شوية شوية. لاحظوا العجينة عندنا ما تشقق، لأن احنا مخلين كمية ملح كلش يعني كافي، لا تخلون ملح زايد ولا ناقص لأن تشقق عندكم العجينة. فنستمر نفتحها نسويها كلش خفيفة. هاي الأطراف شوفوها مرات تكون ثخينة فنشيلها بالسكين بهذا الشكل، نقصها ونخليها ويا العجين الباقي، ونبدي نسويها بهذا الشكل أرباع، ونخلي الحشوة كمية زينة من الحشوة ونبدي نسدها بهذا الشكل. وبعدين نلفها، لأنه العجينة تكون كلش خفيفة فنحتاج نخليها بعجينة ثانية، وهمين بهذا الشكل نلفها حتى يطلع عندنا شكلها حلو، لأن إذا خليناها بعجينة واحدة ممكن ما يطلع شكلها مثل ما نريد أو مثل ما نشتري من برا. فهاي هنا سويت لكم واحدة ثانية، ونجمعهم كلهم وبعدين نقليهم. هنا همين سويت عجينة ثانية فتحتها، ضروري يكون كمية زينة عندنا من الزيت حتى تنفتح عندنا العجينة، ونسويها خفيفة، وهمين نكرر نفس الخطوات. شوفوا شلون كلش خفيفة، بحيث انه احنا نشوف الكاونتر اللي نشتغل عليه من خلالها، كلش تكون شفافة. هنا سويت همين كمية ثانية، لفتهم بنفس الطريقة عادي، يعني حتى لو شققت عندكم العجينة انتو بالعجينة الثانية كل شي ما يبين بعد.
شوفوا شلون صارت عندنا حلوة وحجمها هم كلش مناسب. سويت هنا بعد وحدة، ممكن اذا تحبون تخلوهم كلهم على الصينية وتدخلوهم الفريزر وتجمدوهم، وش وقت ما تحتاجون تطلعون وتقلون. هنا سويت كمية حقليها لكم مباشرة، خليتها بكمية زينة من الزيت على حرارة وسط، ويكون الزيت حامي. الزيت يفضل يكون غزير حتى يحمرها كلها من كل الجهات. وبعدين نشيلهم ونصفيهم من الزيت ونستمر حتى نقلي كل الكمية. شوفوا شلون الحشوة بداخله ولونه ذهبي كلش حلو. وهذا هو شكله. طبعا وحدة منهم انا حشيتها بالجبن. هسه تشوفون ضفت هيك شوية جبن موتزاريلا ويا اللحم. ها هنا قليت كمية ثانية وقدمتها بهذا الشكل ويا الكاتشب، كلش طيب يطلع وياه. احسن ما نشتريها من برا، نسويها احنا بالبيت. شوفوا الهشاشة ما شاء الله. هاي هنا حشيتها بالجبن، شوفوا الجبن شلون ذاب داخلها، بس حرام خليت كمية قليلة. انتو اذا تحبون ممكن تحشوه بالجبن او اي حشوة انتو تحبوها. ممكن تحشوه بالدجاج او بالخضروات. اتمنى تكون عجبتكم وصفتنا لهذا اليوم وتجربون تسوون البورق بالبيت، والتقيكم بالفيديو القادم ان شاء الله. مع الف الف سلامة.